السلام عليكم. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اخر يوم في 2022، وبكره هنبدأ 2023. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب. وطبعا كلنا عارفين الترند اللي طالع كل سنة في الميعاد ده، اللي هو ايه بقى اهدافك وطموحاتك وحاجات كتير كده. انا شخصيا واحد من الناس، يعني اقول لك على حاجه، خدها مني نصيحه كده. عايز تحط اهداف للسنه الجديده، حط اهداف صغيره قوي، يعني حط حاجات كده لا تذكر بمعنى اصح يعني. الاهداف الصغيره دي، لو لو ان انت فعلا صممت على انك تحققها، هتبقى حاجه هايله وجميله جدا، وهتحفزك انك تحقق اهداف اكبر، وتحط اهداف اكبر واحلام اكبر وخطط اكبر. لو ما حققتهاش فهي حاجات هبله كده ولا كده، مش هتحس انك زعلت ان السنه خلصت وانت ما حققتهاش. فكل ما كانت اهدافك صغيره، كل ما كانت ممكن، يعني في احتماليه كبيره انها سهل انها تتحقق. النهارده انا يا دوب صحيت من النوم وجهزت نفسي، بما ان انا اجازه من الشغل. آه، مش عارف، موضوع اجازه من الشغل ده بيخلي اليوم عندي يعني يبقى في حاجات كتير كده، عشان عايز اعمل حاجات كتير مع العيال، واخرج واصور فيديوهات واخلص حاجات كنت راكنها بقالي كتير. ف حته ان انا اخد يوم اجازه دي مخليه الموضوع very excited بالنسبه لي. فهاخد العيال وهنخرج نروح نفطر مع بعض بره، وهقابل واحد صاحبي يفطر برضو معانا. بقالي يعني احنا بينا وبين بعض حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالعربية. أعرفه من زمان جدا، ويعني ما تقابلناش بقالنا تقريبا. هو امبارح كان بيكلمني بالليل فبيقول لي احنا ما تقابلناش من قبل ما انت تبدأ تصوم رمضان. فرمضان ده اللي هو كان في شهر 4 السنة اللي فاتت. فتقريبا كده أنا آخر مرة شفته مش السنة اللي فاتت، السنة دي يعني 2022. فتقريبا أنا آخر مرة شفته كان في شهر 3، ودلوقتي إحنا في شهر 12. فما تقابلناش، الدنيا زحمة والشغل ما والعيال، وخصوصا لما تبقى شغال 7 أيام في الأسبوع، أنت تقريبا بتشتغل كل يوم وساعات ليل ونهار كمان يعني. فالموضوع مش سهل. anyway، هحكي لكم على موقف حلو، آه، من المواقف اللي ممكن تقابلها في حياتك لو انت عايش هنا في اوروبا وعندك عيال. انت لو عايش في اي مكان في اوروبا وعندك عيال، غصب عنك ومعلش يعني في اللفظ غصب عن عينك، طالما عيالك اتولدوا هنا وهيعيشوا هنا وهيتربوا هنا، فهيخشوا مدارس هنا وهيتعلموا كل حاجة عن البلد وعن الدنيا اللي هنا. دي حاجة غصب عنك، ده مش بمزاجك. وهيتعلموها سواء من المدرسة أو من صحابهم أو من الجيران أو من الشارع أو من التلفزيون. بص، أنت مش هتقدر تقفل عليهم الحاجات دي كلها عشان خاطر تقول لي إن عيالي مسلمين وما ما ينفعش يتعلموا الحاجات دي. مش هتقدر، استحالة. أحسن لك خدهم وروح عيش في أي حتة تانية بقى، بلد مسلمة وما يكونش فيها الحاجات دي كلها. فمن الحاجات الفكاهية جدا، حاجات فيها بجد، يعني الموضوع كان بجد، كان very serious، كان في مخاطر كتير عليا وعلى بنتي في الموضوع ده. ولكن هو كان فكاهي جدا، وكل ما احكيه لحد كان الموضوع بيبقى يعني ضحك السنين يعني. فمن الحاجات دي هم ان بيعلموهم في المدرسه ان طبعا لو هم عيال شاطرين وحلوين ومؤدبين وبيسمعوا الكلام، سانتا هيجي ويجيب لهم الهديه بتاعتهم، يحطوها لهم تحت شجره الكريسماس. وفي الكريسماس يبقى كده عندهم الحاجات اللي هم بيحبوها. وطبعا كل ما كان مؤدب ومحترم وبيسمع الكلام طول السنه، ممكن تجي له هدايا اكتر. فانا من وبنتي عندها 3 سنين انا قلت لها بصي يا حبيبتي، ولا في سانتا ولا في حد هيجيب لك هديه، ومن الاخر كده هو بابا اللي هيجيب لك الهديه، ولو انت ما سمعتيش كلام بابا هيبقى ما فيش هديه. بس فالموضوع كان كده. المهم البنت عرضت معايا في الاول وقالت لي لا، سانتا هيجيب لك هديه، واصحابها كلها في المدرسه سانتا بيجيب لهم هدايا، والابله قالت في المدرسه والاستاذ قال في المدرسه والكلام ده كله. المهم ان انا اقنعتها وفضلت اقول لها مفيش سانتا ومفيش حاجه، وفعلا جيت يوم الكريسماس ولا جبت لها هديه ولا عملت اي حاجه. فقلت لها ان هي ما كانتش مؤدبه ومحترمه وما بتسمعش الكلام، وعشان كده ما جاتلهاش هديه، لكن بابا هو اللي راح وجاب لها هديه. فالمهم البنت اتبسطت واقتنعت وراحت المدرسه وقالت للعيال مفيش سانتا. دي نصيبه سودا بقى.
دي بقى المصيبة السوداء. فلقيت المدرسة بيتصلوا بيا، تعالى عايزين نتكلم معاك في موضوع. فرحت المدرسة فلقيتهم بيقولوا لي زارا بتقول إن سانتا مش حقيقي. قلت لهم انتوا شايفين ايه؟ قالوا لي لا بس دي طفلة يعني، احنا بنقول لهم كده عشان يسمعوا الكلام وبتاع. قلت لهم لا انتوا بتكذبوا عليهم. فقلت لها للمدرسة بتاعتها، قلت لها انتوا دلوقتي بتعيشوا العيال في اكبر كذبة في حياتهم، مع ان انتوا في نفس الوقت بتعلموا العيال انهم ما يكذبوش. يبقى منين انتوا بتعلموا العيال انهم ما يكذبوش وانا عمال اكذب عليها كل سنه واقول لها سانتا هيجيب لك قالت لي مش مشكله مش مشكله انا فاهمه الكلام دوت، بس ديت بنعملها فور فن للعيال. قلت لها لا انا مش عايز اعمل الحاجه ديت فور فن لبنتي. قالت لي خلاص ما فيش مشكله، بس هو في مشكله بسيطه. قلت لها ايه هي؟ قالت لي ان بنتك قالت لكل العيال في المدرسه ان سانتا مش حقيقي، فيا ريت لو تقول لها ما تقولش ان سانتا مش حقيقي. عشان عايزين يخلوا بقيه العيال ماشيين زي ما هم. فانا طبعا نسيت الحته دي وزاره راحت المدرسه كلها كانت عرفت ان زاره عارفه ان سانتا مش حقيقي وبتقول ان سانتا مش حقيقي. فازاي الاساتذه والمدرسين بيقولوا سانتا هيجيب لك هديه وكل حاجه سانتا سانتا سانتا، وزاره تقول لهم مفيش سانتا. ف زاره كم ايه موضوع سانتا ده حقيقي ولا لا؟ مش حقيقي. اوكي. وانت عملت ايه في المدرسه؟ قالت say it in English if you don't know the Arabic. I told everyone Santa wasn't real. You told everyone Santa wasn't real. And what did they do? They said, my mommy and daddy told me Santa is real, so he is real. So he is real. Okay. وبعدين؟ And then basically people ignored me whenever I said Santa wasn't real. Okay, so what did we do at the end? You need to make sure you don't do what? Make sure you don't forget to tell your child Santa isn't real. That you shouldn't tell everyone Santa isn't real. Yeah. Because then they'd tell the whole فبص school. انت ممكن تقول لابنك ولا لبنتك في المدرسه يعني انت عرفهم ان سانتا مش حقيقي ومفيش سانتا ومفيش كريسماس ومفيش كل الكلام اللي بيحصل ده. بس يعني عرف ابنك انه ما يروحش يقول للعيال التانيين في المدرسه. لان هنا بقى المشكله بتحصل ان انت بتلاقي ان المدرسه عندها معلومات من ابنك او من بنتك، والمعلومات دي انتشرت في المدرسه عامله زي السوشيال ميديا كده. الواد بيقول فيقول لصاحبه فيقول لصاحبه فصاحبه يقول لواحد تاني فيقول لاخوه في سنه رابعه في سنه ثالثه يروح يقول فالسوشيال ميديا كده انتشرت في المدرسه وكله عرف. وبعدين بقى ايه الاساتذه بيسالوا مين اللي قال الكلام ده فبيوصل بص الموضوع. وبعدين بيكلموا ابوه وامه. ف... فجم كلموني بقى فقلت لهم بصوا انا عرفت بنتي خلاص ان مفيش سانتا، انتوا بقى اتصرفوا في العيال اللي عندكم وانا ما كدبتش عليها في حاجه. وهي دي الحقيقه. اذا كنتوا انتوا عايزين تكملوا وتكذبوا على العيال اللي عندكم دي حاجه ترجع لكم انتوا، انا شخصيا ماليش دعوه. بس المهم خلي بالك من الموضوع ده عشان ممكن تخش في حوارات كتير لو ابنك راح قال حاجات. وطبعا ده كله بيندرج بقى تحت حاجات تانية ان هو ممنوع مثلا ان ابنك يروح المدرسه يقول ان انت ضربته مثلا. يعني لو ضربت ابنك هنا اتاكد ان برضو الواد مش هيروح يقول في المدرسه حاجه، لان دي نصيبه سودا. هي مش نصيبه سودا ليك انت، هي اولا مصيبه سودا للعيل. لان هما الواد لما يقول انه اتضرب في المدرسه في البيت او ابوه كاله قلم او رزعه شلوت او كده، هما الواد هيقول في المدرسه فبتوع المدرسه هيتصلوا بتوع السوشيال سيرفيس الحالات الاجتماعيه دول وهياخدوا الواد بس او هياخدوا البيت. هم هياخدوهم بس خلاص انت ما عليكش مشكله، انت مفيش حاجه يعني طالما انت ما قلتش حاجه خلاص. فانت لو عايز ابنك يروح روح بس خلاص بس واقعد بقى يعني مفيش حاجه. بس انت طبعا مش هتقعد ساكت، انت عايز ابنك في حضنك في بيتك ينام في سريره يصحى كده. فانت هتقول فين الواد؟ فيقول لك والله احنا خدناه. ايه ده يعني ايه خدتوه؟ لان انت بتضربه. لا انا ما بضربه. لا انت بتضربه. فهتبدا هنا بقى الحوارات. فلما يثبتوا بقى من كلامك ان انت فعلا ضربته ساعتها هم هياخدوا الواد فعليا او البيت وانت ممكن تتسجن. فاعمل اللي تعمله وربي عيالك بطريقتك باسلوبك، بس ما تخليهمش يقولوا في المدرسه حاجه. صح؟ صح. صح. الدنيا بتمطر النهارده والجو مش حلو، شكلها كده تفضل تمطر طول النهار. فأنا بصراحة كنت عايز أخرج مع العيال ونروح نصور لكم فيديو النهاردة وأوريكم شوية أماكن جديدة، بس واضح إن الجو مش ظريف.
فا anyway احنا كده ولا كده انا هاخدهم وهنروح نفطر مع بعض ونقابل صاحبي. عايزين تفطروا فين؟ بوبينز. اوكي، ده مطعم صغير كده للفطار، اسمه بوبينز. هنروح نفطر هناك وافرجكم عليه. يلا بينا. طيب دلوقتي انا هبدأ مع العيال لعبة. اللعبة دي يعني ممكن تلعبها مع عيالك في البيت تحت مسؤوليتك. بس هي لعبة ظريفة والعيال هيحبوها، وفي آخر السنة انت لما تلعب مع عيالك حاجات زي كده دايما، مش في آخر السنة بس، دايما طول السنة العيال بتفتكر الحاجات دي وبتبقى حاجة حلوة ليهم بعد كده. لما بيكبروا بيفتكروا بابا كان بيلعب معاهم، ماما كانت بتلعب معاهم، كانوا بيروحوا كانوا بييجوا كانوا بيعملوا. فاللعبة النهاردة اللي انا هلعبها مع العيال ان انا ماجيشن، ان انا ساحر. فالساحر ده مش ما بيعملش حاجات السحر اللي انتوا تعرفوها دي، لا، بس انا ساحر بقدر اقرا اللي في دماغك من غير ما اعرف انت بتفكر في ايه، او من غير ما اعرف انت اخترت كارت شكله ايه. فدول شوية كروت فيهم اكتيفيتيز، حاجات من اللي انت بتعملها كل يوم زي الاكل والشرب والمشي والجري وتغيير الهدوم والحمى والمذاكرة والنوم. فشوية الكروت دول فيهم حاجات زي كده. هنختار حد من العيال. نختار مين؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4، حادي بادي كرنب زبادي شال وحط وكله علادي. تعال انت. فكريم هو اللي هيختار معانا اللعبة. طيب كريم هنا اهو هيختار الكارت. كريم 1 2 3 4 5 6 7 8. choose one and don't show me. ما تورينيش الكارت. طيب دلوقتي كريم اختار الكلمة في الكارت اللي هو عايزه، وانا عشان انا ساحر واقدر اقرا افكاره، فانا عارف ايه هي الكلمة اللي كريم اختارها. هي محدش يقول حاجة. الكلمة محدش يقول حاجة. اوكي، دي الكلمة اللي كريم اختارها. تعالوا نشوف بقى ان كانت صح ولا غلط. طبعا انا ساحر وايه وبعرف اقرا اللي كريم بيعمله. طيب does it have T at the end؟ طيب انا سألته الكلمة فيها حرف T في الاخر، قال لي does it have an A at the end in the middle؟ okay, it has A in the middle. الكلمة فيها حرف A في النص. how many times do you do it every day؟ 2 times every day. maybe 3. okay, that's even better. okay. انا سألته بتعملها كم مرة في اليوم، فقال مرتين يمكن 3. okay. do you do it while you sleep؟ no. okay. ما بيعملهاش وهو نايم. okay. بتعملها في المدرسة قدام العيال في الكلاس؟ do you do it at school with the other kids؟ okay. You said it has a T at the end, it has an A in the middle, and you do it 2 or 3 times a day, and you don't do it while you sleep, and you do it with your friends at school. Yeah. Normal. That's easy, yeah? Okay. Do you know what is the word you chose? What is it?
Is it that one? And you do it with your friends. بتعملها مع اصحابك كده في المدرسة عادي. هو اختار كلمة eat ياكل. وانا كتبت له كلمة fart. طبعا عارفينها. فانا عمال اساله بتعملها وانت نايم، بيقول لي لا، لانه هو طبعا ما بياكلش وهو نايم. وسالته ان كان بيعملها مع اصحابه في المدرسه، فقال لي بتعملها كم مره في اليوم. طبعا هو قال لي مرتين او ثلاثه عشان هو بياكل، بس هي طبعا فارت. برافو عليك يا كيمو. هاي فايف. Yeah. Daddy, Yeah. like, but this was my funny one. Fart. Fart. No, you fart. You fart. You fart. I don't fart. Yeah, you do. فدي حاجات حلوه العيال بيحبوها، ظريفه خفيفه، ممكن تلعبها وانت قاعد في البيت. الدنيا بتمطر بره والجو مش حلو، فمش عارف اخرج بيهم اروح في اي حته. ف حاجات ظريفه كده ممكن تعملها في البيت وبتضحكهم وبيتبسطوا، وبتبقى كلها ميموري لما بيكبروا بيفتكروها، بيبقوا مبسوطين. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم السنه الجايه. سنه سعيده عليكم، وتابعوا فيديوهاتي السنه الجايه هيكون فيها حاجات حلوه. اشوفكم على خير. سلام.